يلا بقى جايبه لكم الفيديو ده علشان يوضح لكم الخلاف بين انواع المانجا، وايه مانجا قطيع وايه مانجا راقده وايه مانجا قمر. المانجا القطيع اللي هي مقطوعه مستويه جاهزه على البيع على طول وعلى الاكل، والراقده دي بتبقى بيقطعوها وهي لسه خضرة ما استوتش. في ناس بتحط عليها كربوناتو علشان تستوي بسرعه. تمام، تعالوا بقى نشوف انواع المانجا وازاي تفرقي بينهم واسامي المانجا اللي في السوق. كل نوع مختلف في الطعم والشكل واللون. فاحنا هنا 13 نوع قدام مننا، هنقول لك نوع نوع بالتفصيل. النوع الهندي ودي بيضاوية الشكل واللون بتاعها اخضر فاتح ومن جوه اصفر. بس هي فيها الياف كتير، يعني مش هتستمتعي قوي باكلها. تمام، تعالوا نشوف النوع التاني. ده نوع كده، تعالي بقى شوفي السكري ده مايل كده للون البرتقاني، حلو قوي. ودي بقى اللي مليانه لحم من جوه، اهي دي بقى اللي انت تاكليها بالمعلقه بقى. ودي قشرتها رفيعه وتعتبر فيها كميه مانجا، يعني هتعرفي تاكليها كويس. دي مسكره قوي وزي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف اللي هي الصديقه دي، وهي برضو نوع مشهور جدا، حجمها كبير. حبينا نقطعها ونوريها لكم. بصوا، مكعبات فيها كمية مانجا كويسة قوي وقشرتها سهلة، من غير كده كمان طعمها مسكر وحلو. تعالوا نشوفوا بقى النوع اللي بعديه. يلا بينا بقى، كده هنخش على التوم. قشرتها قوية وتخينة وفيها أجزاء حمراء وهي متوسطة الحجم وما فيهاش ألياف. وطعمها مسكر جدا برضو وطعمها حلو قوي، ومميزة كمان بريحة، يعني أول ما تفتحي الكيس كده تعرفي إن انتي جايبة مانجا. تمام، يلا بينا كمان نبص على النوع اللي بعديه. تعالوا نشوفوا بقى ايه النوع ده. الزبدية. الزبدية دي حجمها كبير ولونها أخضر وقشرتها طرية، بيبقى من جوه لونها برتقاني وبذرتها عادية، وفعلا فيها كمية من المانجا كويسة قوي. ومشكلتها بس ان فيها برضو نسبة ألياف، بس الطعم مسكر. والمانجا دي طبعا مميزة قوي عند الناس كتير. تعالوا نشوف المانجا العويسي، ودي لونها أخضر ومنها الأصفر. حجمها في الغالب بيبقى شبه الهندي شوية. ماشي، وهو لونها برضو أخضر فاتح. وبصوا طعمها برضو من جوه حلو قوي، وتقدري بتبقى ماسكة نفسها، تقدري يعني تقطعيها مكعبات بالشكل ده، وتقشيرها سهل، وكمية السكر اللي فيها برضو حلوة ومظبوطة. تعالوا نشوف النوع الجديد ده. طبعا الأسامي مختلفة، هو اسمه كولاك وهو شبه المانجا الهندي، وفتحناها فهي مليانة ألياف ولونها مايل للبرتقاني، وطعمها يعني برضو سكريته حلوة مش وحش. ماشي، بس هي خالية من الألياف. وده بقى مانجا الفص أو فص عويس، ودي مقارنة بالأنواع المانجا هو أغليها الصراحة يعني. آه عكس يعني الأنواع التانية، هي كمية المانجا اللي فيها معقولة. آه برضو طعمها مسكر وما فيهاش ألياف كتير، بس هي حجمها صغير. يلا بينا بقى نشوف التيمور. التيمور شكله بيضاوي وقشرته تخينة ولحمه مايل للون البرتقاني، وطعم السكر فيه كويس مش وحش. ده الفونس، وده لونه اخضر برضو يعني، وشكله بيضاوي شوية، وحجمه متوسط، ولا كبير ولا صغير، حجمها متوسط. عرفنا انواع كتير من المانجا زي ما انتم شايفين، وان شاء الله يعني يكون الفيديو مفيد ليكم. وهنكمل كمان للاخر كده عشان لسه في نوع تاني احنا ما تكلمناش عنه. بصوا، احنا المشكلة ان في انواع فيها الياف كتير وفي انواع بتبقى ما فيهاش الياف. دي الكنت بقى. الكنت دي برضو لونها اخضر وحجمها متوسط، وبذاتها فيها الياف. بس معظم اللحم بيبقى في القشرة مش في البذر. فيها مزازة شوية، يعني في ناس بقى كل واحد بقى بذوقه يعني. ده اخر نوع بقى اللي هو النعومي. ودي لونها اخضر وفيها بقعة كبيرة حمراء وقشرتها قوية. ماشي، وشبه التومي كده شوية. آه طبعا هي من جوه بيبقى اللون احلى من كده، بس هي عشان لسه ما استوتش. فمرة تانية ان شاء الله نجيبوا النعومي. كده عندكم الانواع كلها قدام منكم. اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسونش في لايك والشير.